بعد ما أنطونيو جري ورا سفن كليوباترا الدنيا ولعت أكتر. روما اعتبرت اللي حصل خيانة، واكتافيوس استغل اللحظة وضرب بكل قوته. الخبر انتشر بسرعة، جيش أنطونيو اتكسر والأسطول المصري ضاع، ومصر بقت في مواجهة روما لوحدها. أنطونيو وكليوباترا رجعوا اسكندرية، بس المرة دي مكانوش راجعين كقادة، كانوا راجعين كناس عارفة إن النهاية قربت. واكتافيوس اتحرك عليهم خطوة خطوة لحد ما وصل أبواب اسكندرية نفسها. وهنا حصلت اللحظة اللي محدش عايز يشوفها. أنطونيو سمع إشاعة إن كليوباترا ماتت، انهار ودخل غرفته وقرر ينهي حياته بإيده. ولما عرف الحقيقة كان خلاص بيموت، اتسند على حضن كليوباترا ومات وهو بيبصلها للمرة الأخيرة. أما كليوباترا رفضت إنها تتهان قدام روما، ودخلت غرفتها لبست تاجها واختارت نهايتها بإيدها. وبموتها خلص عصر مصر القديم، ودخلت روما تحكم البلد تقريبا 700 سنة بعد الحدث ده. دي كانت نهاية كليوباترا السبعة وآخر ملكات مصر. قولولي في الكومنتات، تحبوا السلسلة الجاية عن مين؟